السلام عليكم. في فيديو النهارده ان شاء الله هنجاوب على التعليقات اللي جات لنا على الفيديوهات اللي فاتت، وان شاء الله نقدر نجاوب على كل الاستفسارات بتاعتكم. اول تعليق عندنا، طب ولو حبينا نعمل نسخ لسكان جداد؟ بكل بساطه لو في سكان جداد جم سكنوا العماره هنشتري شفرات جديده من عند بتوع المصاين، مثلا 3 شفرات او 4 شفرات زي ما يكون، وهنجيب كارت التعريف بتاع الجهاز هنمرره على الجهاز، وبعدين هنمرر الشفرات اللي احنا عايزين نعرفها للجهاز. تمام، وبعدين نمرر كارت التعريف مرة تانية. بس كده خلاص الشفرات دي اتعرفت على الجهاز ويقدروا السكان الجداد يستخدموهم. كل اللي عليك انك هتسلم الشفرات الجديدة للسكان الجداد بس كده يا فندم. طيب تاني تعليق معانا، فكرة الشفرة ان محدش غريب يطلع، انما لما ساكن يطلع شفرة لحد قريبه يبقى مش حد غريب ومش هدول السكان في حاجة. معاك حق طبعا وعادي مفيش اي مشاكل، وزي ما شرحت هنا برضو لو في حد عايز يطلع شفرة لحد قريبه، بس احنا مش بنفضل انك تروح تعملها عند بتاع المفاتيح، لان انت كده هتدخل احنا عايزين برضو الموضوع يبقى محكوم شوية. فالافضل انك هتشتري برضو شفرتين مثلا لحد قريبك ولا حاجة وهتعرفهم على الجهاز. ده طبعا بيبقى بعلم اتحاد الملاك او اللي ماسك المسؤول عن المصعد يعني عندكم. وبعد كده بعد ما عرفت الشفرتين على الجهاز الاكسس هتسلمهم لقريبك او للشخص اللي حضرتك عايزه يستعمل معاك الاسانسير. طيب التعليق الثالث بيقول في انواع شغاله بالموبايل. ايوه يا فندم، عندنا جهاز اكسس RPG بيشتغل عن طريق موبايل ابلكيشن، وطبعا في امكانيات اكتر من ده وهنعرضه ان شاء الله في فيديو لاحق. التعليق اللي بعد كده بيقول ولما الشفره تضيع اعمل ايه يا كوتش؟ مفيش مشكله يا فندم، لو افترضنا ان انا معايا ال3 او ال4 شفرات دول وفي شفره منهم ضاعت مفيش مشكله خالص. هنجيب شفرة جديدة، هنشتري اي شفرة جديدة خالص اهي وهعرفها على الجهاز برضو. تمام، وبعدين الشفرة الجديدة تبقى معاك ويبقى انت معاك شفراتك كاملة ما نقصتش حاجة. اما بالنسبة للشفرة اللي ضاعت، لو حضرتك عايز تمسح الشفرة دي عشان محدش يلاقيها ويستخدم الاسانسير هشرح لك ده في فيديو قادم ان شاء الله. التعليق اللي بعد كده او التعليقات بقى اللي بعد كده، الناس اخواتنا بتوع الدليفري، يا جماعه انتوا فهمتوا غلط، انا مش قاصد اي اهانه خالص بتاع الدليفري، بالعكس الناس دي على دماغنا والناس شقيانه. انا مش بقول ان بتاع الدليفري يطلع على السلم او بتاع الدليفري هيوسخ المكان او كده، لا طبعا يا جماعه محدش يقدر يقول الكلام ده خالص. من حق بتاع الدليفري انه يطلع على في الاسانسير واي حد. طبعا انا بتكلم عن الاستخدام المفرط يا جماعه، يعني بتاع الدليفري هيطلع طبعا من حقه يطلع ويستخدم الاسانسير، امال هيطلع يعني على السلم؟ من حقه يطلع على الاسانسير. برضو كذلك بتاع الدش او لو حد حتى بتاع السوبر ماركت اللي تحت البيت عندك او كده، بس يحبذ انك ما تطلعلوش نسخه، لا انت هتديله الشفره بتاعتك او تنزل انت وتستلم منه. انت مش لازم تبهدل برضو الراجل معاك وتطلعه لحد عندك يستخدم عشان تستلم الاوردر بتاعك. ممكن عادي تنزل انت في الاسانسير والراجل مكرم قدام باب عمارتك وتستلم الاوردر بتاعك منه. طيب النقطة او التعليق اللي بعد كده، هل ممكن الشفرات المنسوخة تشتغل عليه؟ لا يا فندم، الجهاز بتاعنا لا يقبل الشفرات المنسوخة. يعني لو انا جبت شفرة زي دي مثلا، الشفرة دي متعرفة على الجهاز وجيت خدتها نسخة، عفوا خدت نسخة منها كده ونسختها على الشفرة التانية دي شفرة كوبي بالمناسبة. لو جيت ان انا اجربها على الجهاز بتاعنا مش بيقبل الشفرات المنسوخة، بيشتغل على الشفرات الاصلية بس يا فندم. ودي كانت التعليقات اللي عندنا، واي استفسار اخر احنا تحت امركم، ممكن تكلمونا على واتساب. لايك للفيديو وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وممكن تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا عشان تشوف ان شاء الله هنقدم لكم حاجات جديده باذن الله في الفيديوهات الجايه. شكرا ليكم.